أول من ينتفع بها الداعي إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه حين يعظ الناس يسمع وعظ نفسه، حين يعظ غيره يسمع وعظ نفسه، لأنه يتلو من آيات الله ومن أحاديث رسول الله ومن أخبار الصالحين ما من شأنه أن ترق معه القلوب وأن تصفو معه النفوس وأن تتزكى به هذه الأفئدة. فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن هذا الواجب، لا ينبغي لأحد أن يعدل عن هذا الواجب، لا سيما إذا كان هذا الواجب متعينا عليه، وليجتهد في أن يترك أسباب قسوة القلب، فليس القيام بالدعوة من أسباب قسوة القلب، وإنما أسباب قسوة القلب هي المخالفة، هي الآثام، هي الذنوب، هي هذه التي تجلب القسوة والعياذ بالله. أما أن تدعو إلى الله، أن تتلو على الناس القرآن، أن تسمعهم حديث النبي العدنان، هذا لا يمكن أن يكون سبب من أسباب القسوة، بل من أسباب رقة القلب أن تقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. وعليك أن تعالج أي آفة تعلمها من نفسك، وأن تكون جادا في هذا وصادقا مع نفسك، وأن تتخذ من الأسباب العملية ما به يتحصل لديك هذا الذي تريد من رقة القلب والخير. أسأل الله أن يوفقك لخير ما يحب ويرضى.